تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه اللحظات التي نحتفل فيها بوضع حجر أساس لبناء مسجد الشيخ قاسم ومجمع محمد الفاتح، لا يسعني إلا أن أترحم أولا على واهب هذه الأرض الشيخ قاسم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له هذه الأرض صدقة جارية تعود عليه بالثواب الدائم إن شاء الله تعالى، وتنير قبره وتكون له ذخرا يوم القيامة بإذن الله، سيما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. ثم أؤكد أننا في هذه اللحظات التي نبني فيها مسجدا، هذا يعني أننا نقيم دعامة أساس في مسيرة مجتمع الريني، تماما كالقلب للجسد. فكما أن الجسد لا يمكن أن يحيا بدون قلب، كذلك المجتمع لا يمكن أن يتحلى بالخلق الحسن ولا بالتغافر والتسامح والجوار، لا يمكن أن يتحلى بالأخوة في مسيرة حياته بدون المسجد الذي هو القلب النابض الذي يمده بهذه القيم. لذلك نحن بإذن الله رب العالمين نطمع من وراء بناء هذا المسجد بكل الخير لأهلنا في الريني، لا بل لكل مجتمعنا في الداخل الفلسطيني، ونقول سويا سنواصل بناء هذا المسجد مع لجنة المسجد إن شاء الله، ومع أهلنا في الريني إن شاء الله تعالى. ونطمع من الجميع ونتمنى على الجميع رجالا ونساء وشبابا وأخوات أن يجودوا كريمين بعطائهم من أجل التعجيل ببناء هذا المسجد كما يليق به، ببناء هذا المركز كما يليق به، سيما وأنه سيشمل مركزا ثقافيا وسيشمل بيت عزاء كمركز لأحداث الوفيات والموت حق كما نعلم. إذن فهذا صرح شامخ، صرح يجمع بين العلم والإيمان. الحمد لله رب العالمين على هذه الرؤية الصائبة التي قامت عليها لجنة بناء المسجد. وفقكم الله جميعا، وفقنا الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.